اللي محدش قاله لنا لما اتخرجنا وبدأنا ندور على شغل ان بحثك عن الاستقرار الوظيفي وان انت يبقى عندك دخل جيد هو فخ في حد ذاته. انا بشتغل مبرمج من 11 سنة، وفي خلال مساري المهني شفت ناس اتسرحت من شغلها وناس اتركنت على دكة الاحتياط. في ناس فضلت في مناصبها على مدار سنين طويلة، ولكن الناس دي تنازلت عن حاجات كتيرة في مقابل انها تفضل مكانها بسبب انها ما عندهاش بديل، ما عندهاش مصدر دخل تاني، بسبب ان المرتب الجيد اللي بيتقاضوه غير قابل للاستبدال، بسبب انها اتعودت على نمط حياة معين ومضطرة انها تكمل علشان مفيش بديل. لو كنت موظف بتقبض مرتب نسبيا اعلى من مرتبات الناس اللي حواليك، فانت نجحت انك تكون مميز في تخصص الشركات عندها استعداد انها تدفع مقابل ليه، ولكن على قد خبرتك الكبيرة فانت معلوماتك قليلة عن الممكن تحقيقه بعدد سنين الخبرة دي. اسوأ حاجة في الوظيفة هي ان انت صعب جدا ان انت تعمل ليفرج، ان انت تاخد اضعاف من الشغل اللي انت بتحطه، لان عدد الساعات المتاحة ليك في اليوم محدودة، وفي نفس الوقت انت بتتقاضى مرتب مقابل عدد ساعات محددة كل شهر. الحل الوحيد لمضاعفة دخلك هو ان انت تشتغل اوفر تايم، لو حد اصلا هيديلك مقابل الاوفر تايم ده او كان مسموح بيه. وحتى لو اشتغلت اوفر تايم فانت عندك برضو عدد ساعات عمل مسموحة، وفي نفس الوقت انت عندك عيلة وعندك ناس المفروض تقضي وقت معاهم، فليك برضو ليميت. لو بتشتغل وظيفة مهمة او وظيفة بتتقاضى مرتب كويس، سواء كانت في الاي تي او شغال مثلا بروجكت مانجر او شغال في وظيفة الناس عايزة تشتغلها، فانت بتدي قيمة كبيرة جدا للشركة، ولكن المبلغ اللي بتاخده لا يساوي شيء مقابل القيمة دي. الفرق بينك وما بين مديرك ان مديرك خد مخاطرة، قرر ان هو ياخد نوع من المخاطرة ويتحمل المسؤولية بتاعة الشركة، لذلك بقى مرتبه ضعفك واكتر. نافال قال قبل كده ان الشخص اللي مستعد ان هو ياخد مخاطرة ويملك شيء تحت اسمه هو الشخص اللي بيتم مكافئته بشكل افضل، هو اللي بيكسب اكتر. الفكرة كلها انك خدت المسار المهني الاسهل او المسار الامن، ده في حد ذاته مش غلط، لانه ممكن يكون باك اب ليك او حتى بيديلك امان كبير وانت شغال على الحاجة اللي انت عايز تملكها. احنا هنا اتكلمنا عن الوضع المادي. شغلك كموظف بيبقى قائم على ادائك لمهام، خطط معينة مطلوب منك انك تنفذها، والخطط دي اللي عملها مديرك، فبيبقى ناقصك نوع من المسؤولية. النوع من المسؤولية ده لو عندك هيسبب لك رضا نفسي كبير جدا. في دراسة اتعملت وتوصلوا ان البشر ما بيوصلوش لكم الرضا النفسي والشعور بالمكافأة في حالة زيادة الراتب فقط، بل في حالة وجود تحكم ومعنى. وده السبب ان في ناس كتيرة بتقبض مرتبات عالية ولكن تبقى مكتئبة. في المرحلة دي انت بتبقى صاحب عمل بيخطط لحلول لمشاكل، مش مجرد عامل او ترس في مكنة كبيرة. رجوعا لنقطة الفلوس، محمد طارق باع اول بيعة ب $1500. انت كموظف عشان تقبض $1500 محتاج وقت قد ايه؟ محمد طارق قعد ينشر فيديوهات على التيك توك، تقريبا وصل ل 12000 مشترك او حاجه زي كده، وحد شاف فيديو من الفيديوهات بتاعته وقرر ان هو يحجز مكالمه معاه، والشخص ده قرر ان هو يشترك معاه. فالليفرج اللي ممكن تعمله من البيزنس الاونلاين او فرصه انك تكسب اضعاف مضاعفه للدخل بتاعك كبيره جدا. في فرصه كبيره جدا مقارنه بالوظيفه اللي عندك عدد ساعات محدوده جدا فيها وليك سقف. بالمناسبه لو عايز تشتغل معانا بشكل شخصي عشان نبني البيزنس بتاعك في خلال شهرين، هتلاقي كل التفاصيل تحت في الديسكربشن. في احد المكالمات اللي بنعملها في اول يوم في البرنامج دخلت مع تيم ليدر شغال في IBM. الشخص ده كان داخل معايا عنده عدم ثقه تماما في اللي بيعمله، عنده عدم ثقه حتى في اهميه الشركه اللي هو شغال فيها. احيانا لما بتبقى شغال في شركه كبيره شغال مع ناس متخصصه زيك بتبقى غير مقدر للقيمه اللي عندك، لان الناس تقريبا نفس الليفل. انت مش مقدر القيمه بتاعتك والاهميه بتاعتك بالنسبه للناس اللي بره اللي عايزه تبدا شغل اصلا او عايزه تتعلم المهاره دي انت بتعملها بسهوله جدا. فانت احيانا بتبقى باصص من زاويه ضيقه، بيبقى عندك نوع من الامبوستر سيندروم، ان انت مش مقدر قيمتك، حاسس ان انت لست جايب بالشكل الكافي علشان المحيط بتاعك كله متخصصين وفي ناس حواليك بتعمل نفس الشغل اللي انت بتعمله. بس الناس اللي بره او اللي شايفك من بره شايفك عندك قيمه كبيره جدا وفعلا ممكن تحول له حياته. الراجل ده كانت اول استشاره باعها ب $150، يعني ما كانش حتى بيعمل محتوى بشكل مستمر، وحاليا شغال على منصه للكورسات بتاعته اقل كورس ب $200. في حد تاني شغال معانا هو داتا اناليست، كان معتقد ان المجال متشبع جدا وفي ناس كتيره بتعمل كورسات بتاعه داتا اناليسز. في خلال اجتماع واحنا بنتناقش في الافكار طلعنا بفكره بيزنس، وهو ان هو يعمل مشاريع للناس اللي خلصت الكورس اصلا او اللي خلصت دراسه داتا اناليسز او الناس اللي لسه متخرجه من الجامعه. الحته دي فيها عجز كبير، لان الناس بتشتري الكورس بتاع اي حد مثلا وبتتعلم وكله تمام، بس فكره المشروع وان انت تقدم مشروع اصلا او يبقى عندك نوع من
الخبره، فاحنا قلنا ان هو هيمسك الحته دي. فانت احيانا بتبص من زاويه ضيقه، بتفتكر ان الخبره بتاعتك غير مفيده، ولكن انت ممكن تعمل منها فلوس كويسه جدا وبتاثر في حياه حد. نيجي للجزء الثاني من الفيديو وهي الخطه العمليه، وعايزك تركز معايا بشكل كبير. احنا مش ناس صغيره او عايزين نبقى انفلونسرز ونعمل فلوس بسرعه من حاجات تافهه، احنا ناس عندنا خبره تقنيه، والخبره دي مش منطقي ان احنا نضيعها ونبدا من الصفر او ان احنا نبيع وهم حتى للناس. احنا عايزين نضاعف دخلنا ونكسب فلوس وفي نفس الوقت نوفر في حياه الناس. كمان مش منطقي انك تاخد مخاطره وتسيب شغلك. الحقيقه انت ممكن تعمل قد مرتبك الشهري وضعفه كمان بدون ما تسيب شغلك. انت محتاج يكون عندك وضوح في حاجتين: عميلك المثالي او الشخص اللي نسبه انه يشتري منك كبيره، والشخص ده لازم يكون متوفر فيه عاملين. العامل الاولاني ان هو مهتم اصلا بالمحتوى بتاعك، والحاجه الثانيه ان هو يبقى عنده القوه الشرائيه ان هو يشتري، معاه فلوس يدفع. لو اي من العاملين دول مش موجود هيبقى صعب جدا انك تبيع. طيب هتوصل للعميل ده ازاي؟ هتوصل من خلال المحتوى. اكيد مش هتروح له بيته تعرض عليه خدماتك او تتصل بالتليفون زي زمان، هتظهر على السوشيال ميديا، ودي اسهل وارخص طريقه. بدل ما نتكلم كلام نظري خلينا اديكم مثال عملي. محمد حد متابعنا على قناه اكسبرتيز فلو، واحنا كنا عملنا شيت كده علشان ندي للناس خطه لعمل اول $1000 اونلاين، والشيت تحت في الديسكربشن لو في اي حد عايز خطه مخصصه ليه، وردينا عليه بخطه. الخطه دي هتساعده ان هو يعمل حتى $2000 اونلاين. محمد هو سوفت وير ديفلوبر شاطر جدا في الحته بتاعه البلاننج او التخطيط، وفي نفس الوقت ان هو يحط السوفت وير ستاك او التكنولوجيز اللي ممكن اي حد يستخدمها علشان يبني البيزنس بتاعه او يبني الساس برودكت بتاعه. والشخص ده بيفهم الانظمه بشكل مجمل مش مجرد كود، فهو سيستم ثينكر. طلعنا بخطه ان محمد ممكن مثلا يشتغل على حاجه ما فيهاش منافسه كتيره، ما فيش حد كتير داخل فيها، هو مش هيكلم المبرمجين الصغيرين او مثلا حد لسه بيبدا في المجال، ممكن يكلم البرودكت اونرز او البروجكت مانجرز مثلا، او حد عايز يبدا ساس برودكت. الشخص ده مش عارف يدخل في اي تكنولوجيز، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يبني السيستم ازاي، او هيحدد له التكنولوجيز اللي هشتغل بيها، او حد عنده مشكله في السيستم بتاعه ازاي يحل المشاكل بتاعه السيستم ده. محمد هيحقق حاجتين: الحاجه الاولانيه ان في طلب على الموضوع ده، لان في ناس كتيره وشركات كتيره جدا عايزه تبدا البيزنس بتاعها، وفي نفس الوقت الناس دول عندهم القوه الشرائيه ان هم يدفعوا. محتاج تخلي تفكيرك شويه اكبر من نطاق شغلك، تفكر على نطاق اوسع. لو انت شخص متردد في نوع المحتوى اللي ممكن تقدمه او المنتج اللي انت ممكن تطلعه، ادخل على قنوات ناس بتقدم المحتوى الخاص بمجالك، ادخل شوف التعليقات بتاعت الناس دي بتسأل على ايه بشكل مستمر، الناس دي بتشتكي من ايه المشاكل اللي عندها. هتلاقي في تكرار لمشكله معينه، المشكله دي هي اللي المفروض ان انت تركز ان انت تحلها، ان انت تطلع حل ليها. الحل ده بيتم من خلال حاجات كتيره جدا. لو حد هيدي ليك فلوس عشان تحل المشكله دي، هتعمل ايه بالظبط؟ خطوه بخطوه. حاول تتكلم مع الناس، اسالهم، قول لهم لو انتوا هتدفعوا فلوس لحد عشان يحل لكم مشكله معينه، ايه هي المشكله دي؟ ايه الحاجه اللي منغصه عليهم حياتهم؟ على سبيل المثال لما بدات ان انا احاول ان انا اعمل فلوس من الفتنس، بدات ان انا ادور على الحاجه اللي تعبى معظم الناس اونلاين. فمثلا كانت الناس الموظفين مش عارفين ازاي ان هم يعملوا عضلات بطن، مش عارفين ان هم ازاي ينظموا اكلهم مع اليوم المشغول بتاعهم، او ان هم يظبطوا جدول التمرين بتاعهم، ايه التمرين المناسب ليهم على حسب الروتين المشغول جدا بتاعهم. بدات ان انا اتناول المواضيع دي في المحتوى بتاعي، وبدات ان انا اعمل خدمات استشاريه او برنامج تدريبي يحل المشاكل دي في الوقت اللي كل الناس بقى ليها مدخل على الذكاء الاصطناعي وسهل جدا ان احنا نحصل على المعلومات. فاذا المنافسه دلوقتي ما بقتش في المعلومات، المنافسه بقت بالعلامه التجاريه، مين عارفك وانت قادر على التواصل الانساني مع مين، او قدرتك كشخص على الظهور للناس وايجاد طريقه للتواصل الانساني معاهم. الناس مش بس بتشتري معلومات، الناس بتشتري متابعه، اهتمام شخصي، حد بيحس بيهم ويحل لهم مشاكلهم لما يقعوا فيها. مش مشاكل بس تقنيه، مشاكل نفسيه. لما حد يحس ان هو مش عايز يكمل، عايز حد ان هو يتابعه بشكل مستمر، يختصر عليه الطريق بدل ما يغلط، يختصر عليه كمان فلوس ووقت. الحاجات دي كلها شات جي بي تي ما بيعملهاش. فاذا انت محتاج تحدد عميلك المثالي، تحط خطه للمحتوى، وتبدا تظهر للعميل ده بشكل مستمر لحد ما يشتري منك. ابسط حاجه ممكن تعملها او اول طريقه ان انت تعمل فلوس اونلاين هو ان انت تعمل استشارات. بتدخل مع حد زوم كول او تيمز كول او ايا كان، وبتفيد الشخص ده في الحاجه اللي انت عايز تفيده فيها. والموضوع ده ليه كذا ميزه. الميزه الاولانيه انك هتفهم الناس، فهتبقى عارف الناس دي محتاجه ايه، فتقدر انت تعمل منتج الكتروني فيما بعد يتباع وانت نايم، وفي نفس الوقت مش هتضيع وقت ومجهود وفلوس على كورس في الاخر ما يتباعش. الحاجه الثالثه هتعمل فلوس وانت لسه ما عندكش متابعين كتير. كل اللي بتعمله انك تعمل اكونت على كالندلي وتحط الاوقات اللي انت فاضي فيها، والناس بتدخل تدفع لك وتحجز معاك استشاره. لو عايز تعرف السيستم ازاي تظبطه وتعمل اول $1500 من خبرتك، اتفرج على الفيديو اللي هيظهر لك على الشاشه. ولو عايز تشتغل معايا بشكل شخصي هتلاقي التفاصيل تحت في الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو. اشوفكم في الفيديو الجاي.